بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في حلقة سابقة اتكلمنا عن الكذب ما بين الزوجين، والحقيقة انتهت الحلقة قبل استكمال العديد من المحاور المهمة. اتكلمنا عن الكذب، ماهية الكذب أصلا إيه هو، وهل يجوز إن الزوجة تكذب على زوجها وهو يكذب عليها ولا لأ، الأسباب اللي بتدفع كل من الطرفين للكذب على الآخر. والحقيقة كانت حلقة مليئة بالمعلومات المهمة والمفيدة جدا جدا. أنصح حضراتكم برجوع ليها على موقع شبكة سلام الإعلامية على اليوتيوب، على قناتهم على اليوتيوب أو على صفحتهم على الفيسبوك. النهاردة هنستكمل الموضوع وهنتكلم عن لو كان الكذب ده طبع أصلا في الزوجة وطبع في الزوج، يعني هو نشأ وتربى في بيئة للأسف الشديد هم كذابين، حتى في الهزار مع بعضهم البعض بيكذبوا. طيب الحل هنا هيكون إيه؟ المواقف اللي ممكن يتقال للزوجة هنا تكذبي علشان يعني ننقذ البيت من مشكلة كبيرة، ويتقال للزوج هنا تقدر تكذب عليها علشان ما يحصلش مشاكل. هل لو اكتشفت الزوجة كذبة كبيرة جدا، هل الحل المواجهة ولا لأ؟ وازاي نتخلص من هذه الصفة الذميمة؟ كل هذه المحاور والتفاصيل هنناقشها بإذن الله تعالى مع ضيفتنا الأستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري واللايف كوتش. السلام عليكم أستاذة خديجة. يا أهلا وسهلا أستاذة ندى، حياك الله في برنامجك المتميز. أهلا أهلا وسلام وسهلا. على المحاور، ما شاء الله تبارك الله، محاور اليوم يعني دسمة جدا يعني. ربنا يعيننا عليها يا رب، وإن شاء الله نكملها كلها بإذن الله تعالى. آمين يا رب. الحقيقة موضوع الكذب بين الزوجين احنا اتكلمنا في الحلقة السابقة مع حضرتك في محاور مهمة جدا نستكملها اليوم. ماذا لو يا أستاذة خديجة إن كانت الزوجة بتكذب بطبعها؟ ده طبع، هي نشأت في أسرة الأب والأم والإخوات وقاعدين حياتهم كلها كده بيكذبوا ومش مدركين إن دي مشكلة كبيرة، حتى في الهزار والضحك مع بعضهم البعض شايفين كده بيكذبوا. وبرضه لو كان الطبع كده عند الزوج نشأ في بيئة فيها الكذب كتير، ده هو ممكن يكون جل السبب إن كل من الطرفين بيكذب على الآخر. طبعا نحن قلنا أنه في أسباب كثيرة للكذب. الإنسان ابن بيئته. اليوم الرجل والمرأة لما ينشأوا في بيئة ومارسة الكذب فيها زي السلام عليكم، ما بيعتبروا انه حتى كذب، يعني بيعتبروا انه انت بتبالغ تماما باعطاء هذا اللفظ يعني في هذا الكلام يعني. طيب، واحنا قلنا انه بسبب كمان انه هو سوء الفهم والتعريف الغير صحيح لمسألة الكذب اخذ بعد اخر، فصار فيه كذب ابيض، صار نسميها نحن مجاملة، صرنا نسميها مداراة، نسميها اي شيء، لكن اكيد مو كذب، لانه احنا قلنا انه انت بتكذب او انت بتكذبي، نحن هذه كلمة كبيرة ومفعولها كبير جدا يعني. فالانسان بعض الاحيان بيحاول يتجاهل هذه الالفاظ الصحيحة والواضحة حتى يبرر لنفسه اسباب القيام بهذا العمل. فهنا طبعا هذه اشياء كثيرة يشوفها، كمان الخوف من نتائج الصدق اللي حيمارسه سواء الرجل في حياته ولا المرأة في حياته، يضطروا انه هو يكذب. في عوامل كثيرة واسباب كثيرة جدا، وبعض الناس بيستمتعوا بالكذب وفنيات الكذب لانه في اظهار للقدرات في من خلال تضليل الآخرين وجعلهم يصدقوا ما يروى إليهم، فالإنسان يشعر بالنشوة لهذا السلوك أو لهذا النجاح الذي الغير مسبوق اللي بيحققه، وبتلاقيه خلاص بيتعامل مع الكذب يعني في كل جوانب حياته. يا ريت مثلا في جانب العلاقة مثلا مع زوجته أو المرأة مع زوجها، لا 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 لا، في كل جانب، لدرجة الإنسان بعض الأحيان يوصل لمستوى إنه يبدأ يكذب على نفسه. يعني تخيل هذا المستوى احنا بنسميها بيكذب الكذبة ويصدقها. هي شكلها كده يعني مشكلة، يعني مصيبة أساسا، لأن الإنسان من كثر البراعة والإتقان اللي بيوصل له بيصدق الكذبة خلاص يعني. طيب هل لو الكذب طبع ما هواش وليد مواقف وهو اضطر يكذب أو هي اضطرت تكذب، بيكون أكثر صعوبة في إنه يقلع عنه أو يتعالج؟ لو هو طبع خلاص بيبقى فيه صعوبة جدا. والله شوفي، العادة تغلب يعني الطبع يغلب التطبع. طيب، لكن احنا ما نبغى نحبط نفسنا في هذا الجانب، لأن هي تعتمد على رغبة الإنسان.
الإنسان إذا فهم إيش معنى الكذب وإيش جزاء الكذابين في الدنيا وإيش جزاء الصدق، يمكن هذه الأشياء والفهم الديني العميق لهذا المفهوم الإسلامي العظيم يمكن هو ذا يدفعه دفعا ويساعده يعني في ترك والإقلاع عن الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في الجاهلية، أهل الجاهلية كان عندهم أشياء كثيرة جدا، طباع كثيرة جدا، لكن وكان عندهم في ممارسة الكذب يعني في هذه الجوانب أشياء كثيرة جدا يعني كمان. طيب هم عارفين هذا الشيء، ولكن لما جاء بدعوته كان من ضمنها نوعاتهم الخاطئة أو غير صحيحة والمخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، ومن ضمنها الكذب. فهنا طبعا الصادق استطاع أن يقلع عنه لما فهم إيش درجة الصدق أو الصادق عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث إيش قال؟ إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق. يتحرى الصدق يعني إيش يعني يدقق في أفعاله وكلماته وسلوكياته أن يكون كما هي في الحقيقة. يعني ليش؟ لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب زي ما هو الواقع الآن مع الأسف الشديد حتى يكتب عند الله كذابا. طيب معناها التسمية دي حتأتي من فين؟ من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه الصادق له في وجه قبول ونور في كلامه وتأييد من الله سبحانه وتعالى كنتيجة يعني. والكاذب دائما حتلاقيه يقع، بلاش نقول في مشاكل، لكن في فضايح بنفسه، يعني هو بنفسه راح يكشف أوراقه. وطيب هذا يعني هل هو لأنه مو كذاب يعني وليس بارعا في الكذب؟ لا، لأنه كنتيجة، لأنه الله سبحانه وتعالى يعني يكتب عند الله كذابا. خلاص كيف حيعرفوا الناس الكذاب؟ الكذاب حيبان عليه في سلوكياته، في كلامه، في ممارساته وإلى آخره، وفي فلتات لسانه بيظهر كذبه. أكيد يعني أكيد، لأنه لا يمكن الإنسان يفلت من كذبته، يعني لازم، يعني هو كذا، النتيجة هي كذا. وهذه من السنن الكونية، جزاء يعني الجزاء من جنس العمل. إذا الإنسان كذب كذبة راح يرصد حساب يعني الكذب تبعه، وإذا كان صادقا سوف يرى نتائج هذا الصدق، شاء أم أبى، ما يبغى لا ذكاء يعني. تمام. طيب خلينا نسرد مع حضرتك بعض المواقف كمستشار أسري، وزوجة بتستشيرك وزوج بيستشير حضرتك، فأنت تقولي لها الموقف ده كان المفروض ما تقوليش فيه الحقيقة، تكذبي فيه. الموقف ده انت ما تقولش فيه الحقيقة. ايه بعض المواقف وابرزها اللي حضرتك تنصحي بيها عدم قول الحقيقة او الكذب فيها علشان درء المفاسد والحفاظ على البيت؟ طيب سؤال ده جميل جدا، اللي هو ايش احنا اليوم لما نتكلم عن الكذب هو كده. طب انا كيف اقدر اعيش حياتي؟ ايوه، هل في حلول اخرى مثلا؟ اكيد في حل، أكيد في حل. يعني أنت ما تركتي ولا الرجل ترك في هذا الموضوع بدون فهمه. اليوم لما أعرف أول شيء إن إيش هو الكذب وإيش هو الصدق وكيف أطبقهم في حياتي، لازم أعرف اليوم إنه في وسائل وأساليب وليس طريقة، يعني أساليب وسائل متغيرة للوصول للهدف. أنت ليش قاعدة تكذبي؟ أنا والله ما أبغى يعني مثلا يزعل مني أو حياتي تتأثر. طيب نسأل سؤال كالتالي: هل هذا الشيء أو هذا السلوك مما يؤثر على علاقتكم، ولا أنت يعني هل هو يدخل في جملة مثلا حقوق والواجبات مثلا؟ لا، ما له علاقة. إذا ما له علاقة، إذا ما أنا أكذب من أجله، ولا أني أنا أصدق فيه، ولا أساسا أتكلم عنه. هو النساء إيش مشكلتهم؟ المرأة من كثر ما شاء الله تبارك الله ما هي تتكلم فيما ينفع الكلام به وما لا ينفع، وتعطي تقارير بترفع تقارير دايما. ايوه، فهي تعتبر اول شيء بترفعها كذا عاديه، بعدين بتصير بالحب، وبعدين بتصير بالخوف، وبعدين بتصير هو لما هي تبطل يبدا هو يسال ويبدا يتشكك ويبدا مش عارف ايش، فيضطرها انه دائما تكون تحت الضغط. ونفس الشيء الرجل هنا. اذا لازم اتوقف انا، هل أصل السلوك المحرك لي لممارسة هذا الكذب صحيح؟ إذا كان خطأ أنا ما أترك الكذب، أترك أصل السلوك. ما في داعي إذا أتكلم مع زوجي في الأشياء اللي ما لها علاقة بحياتي. يعني ما في داعي أجيب له رحنا وجينا وسوينا وفعلنا وصاحبتي وأختي وقالوا وفعلوا. طب أنت قاعدة تتكلمي كلام عادي، هو الرجل قاعد يسوي سيناريو قرارات جديدة. فلما يجي قرارات جديدة يقول لك مثلا لا تروحي ولا تفعل لا تسوي، مين اللي أعطاه الصلاحية للرجل إنه يسوي زي كذا؟ كلامك أنت الكثير الزائد عن حده. بالضبط، حكيتي تفاصيل كتير جدا هو في غنى عن إن هو يعرفها أصلا.
هذا هو. إذا الأصل إيش هو؟ أتوقف عن هذا الكلام، فحقفل الباب إنه أنا أحتاج إنه أنا أكذب على الرجل. طيب الرجل نفس الشيء، الرجل ممكن بعض الأحيان من باب الحب يعطي الثقة الزايدة للمرأة، يعني يقول لها ها شوفي جواله يتركه مثلا مفتوح. طب ممكن أشوف جوالك وما يعرف من أي خلفية جاية ثقافية، من أي بيئة جاية، من أي تربية، إيش الأفكار والمعتقدات والمفاهيم اللي عندها، فيتعامل على سجيته يعني. فخلاص فيتصل صاحبه، يتصل ما أدري إيش، فلما تسأله يجاوب، لما أول مرة يسأله يجاوب، ثم الثاني يجاوب، الثالث يجاوب، الرابع لما ما يبغى يجاوب حتبدأ تشك. لما تبدأ تشك حيضطر إنه يبرر، لما يبدأ يبرر يبدأ يكذب من الأساس. أنت يعني وقف المسلسل ده من البداية، اعرف حدودك وعرفها حدودها، وعرفها إيش المسموح وإيش غير المسموح، وإيش المقبول غير المقبول. وكذلك المرأة ما حتضطروا للكذب والمداراة. طيب متى إذا ما ممكن أمارس الكذب الأبيض يعني مجازا، مع أني أنا ما أحب اللفظ حتى اسمه إيه، بس بالضبط فعلا ممكن أمارسه. أي لما يكون الرجل والمرأة علاقتهم أصبحت علاقة سيئة وخصام وسوء فهم، هنا المرأة والبيت مهدد إنه هو ممكن يحصل انفصال. ايوه اساسا لو كذبوا ممكن يحصل انفصال. فلا ما نكذب، احنا نستخدم المعاريض، يعني كلام اللطيف. يعني مثلا زي السؤال اللي مثلا او الحديث اللي ذكرتيه اللي هو تلطفي معاه في الكلام، مثلا لما في قصه عمر بن الخطاب يعني اللي ذكرتيها خبر ذيك، يعني هو الزوج سألها انت بتبغضيني، فهي قالت اضطرت انها قالت الصدق، فسيدنا عمر قال لها لا، ما يعني تكذب احداكن ولتجمل. ايوه يعني ايش الداعي اساسا مثلا؟ طيب ما انا احتسب عند الله سبحانه وتعالى الكلام اللطيف، الله سبحانه وتعالى يحب الكلام اللطيف. ايش الداعي تبغضيني؟ ما في داعي لكلمه انه ايوه ابغضك، يعني كلمه بغض اصلا هي من كلماتها صعبه وثقيله على يعني القلب. ايوه ممكن مرة تقول انما احبك يعني بطريقتي او باسلوبي او بمستوى معين تظهر هذه المحبه. ليش؟ لانه المتخاصمين حتى عشان الواحد يصلح بينهم يحتاج بعض الأحيان أنه يستخدم معاريض الكلام، فيقول للآخر إيش؟ والله إنه يذكرك في غيابك بالحسن والذكر الحسن، ودائما مشتاق لك ودائما كذا. طب هل هذا حقيقي ولا لا؟ أيوة حقيقي، لأنه لما كانوا أيام المودة الرجل كان يذكر زوجته. فإحنا نسترجع هذه القصص القديمة، يعني مو لازم في هذه اللحظة وهو غضبان عليها مثلا أنه نقول دائما هو بخير. ليش؟ لأنه من يوم ما تزوجها وكان يذكرها، بس الخلاف الآن هو ما يعطي مجال أنه يتكلم عنها بالشكل الطيب. فالمرأة يلين قلبها لهذا الأمر وتيجي تدخل في هذه العلاقة. مما أذكر في قصة تقول واحدة يعني والدها ووالدتها دخلوا في خصومة شديدة، يعني لدرجة أنه أبوها ترك البيت وخرج. فالبنت يعني من ذكائها لما شافت الوضع كده إيش سوت؟ أخذت جوال أمها فكتبت رسالة للوالد، طبعا من يعني يطلع له زوجته في المراسلات. فكتبت له انتبه لنفسك، طيب والله يحفظك، بس ما أكثر من كذا ما كتبت. يقول لك الرجل خرج بعد ساعة رجع بيته ويتأسف لها. سبحان الله. شوفي التصرف العاقل يعني. ليش؟ طيب بسيط يعني الموضوع، يعني ايش كتبت هي؟ الله يحفظك انت من نفسك. الان ايش صار؟ كلمة بسيطة لكن كانت قادرة على تذويب الخلافات. خلاص، لأن الشيطان في ايش يرتاع؟ في اي طبعا ملعب سوء الفهم. في سوء الفهم هذا يصير في قصص وسيناريوهات محكية وغير محكية طبعا. وتأتي الناس والشياطين وكل شيء. لا، فالعاقل هو اللي يعرف كيف يحل الموضوع. لكن الكذب، ممارسة الكذب يجر كذبة، الكذبة تجر كذبة. فما في داعي. لازم أعرف أنا اليوم متى أستخدم الكذب الأبيض من أجل المصلحة العظمى التي يحبها الله سبحانه وتعالى في محافظتي على بيتي، لكن مو في تدليس الحقيقة يعني. فهنا دائما يحتاج الموضوع ملاحظة وانتباه، لأن الله خير حافظا يعني. تمام. يقال إن الزوجة الأكثر قدرة وبراعة في اكتشاف كذب الزوج. الأول عايزين نتأكد، هل المقولة دي صحيحة إن هي عندها الحاسة السادسة زي ما بيقال، وإن هي بتقدر يعني تكتشف أي كذبة وبتعرف كويس جدا إن كان هو بيكذب عليها ولا لأ، لكن الزوج ما بيقدرش يكتشفها بنفس القدرة بتاعة الزوجة؟ هل ده صحيح ولا لأ؟ طيب احنا إذا قلنا ان المرأة معناها يصير على الإطلاق لا، بعض النساء، خلينا نقول كده. الشيء الثاني وفي السماء طيور اسمها البجع والناس على أشباهها تقع.
يعني الكذاب يعرف الكذاب وأساليبه فبالتالي بيكشفه. لكن لو المرأة هي صادقة تماما وما تمارس الكذب، هي صدقيني لن تعرف كذب الرجل عليها ولا كذب الناس من حولها. ليش؟ لأن هي ما تعرف الأساليب الملتوية هذه، ولا تعرف طرائقها ولا شيء. والناس طبعا يعتبرها ممكن هبلة وقليلة حيلة وجاهلة، لكن هي ممكن عندها قيم تحركها، يمكن قيمة مخافة الله سبحانه وتعالى هي اللي تحركها، وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فهي دائما توكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، فتقول لك يعني إذا حتى لو جيتي قلتي لها ترى زوجك يكذب، تقول لك خليه يكذب ما عندي مشكلة. ليش؟ لأن هي مفوضة أمرها لله سبحانه وتعالى وليست عاجزة عن معاملة هذا الأمر يعني. فهنا اللي اليوم تكشف زوجها ما هو ذكاء. إما أول شيء حست المرأة في إنه في شيء غلط قاعد يصير، هذه عندها حاسة قوية، مو تجاه زوجها، تجاه كل الناس، يعني عندها هذه الحاسة قوية على الإطلاق. سبحان الله، يعني ممكن هذه من ضمن الغريزة في ممارسة دورها كأم، يعني هذا شيء سائد. والحقيقة يا أستاذة خديجة أنا لاحظت في كتير من النساء وكتير من بنات حواء عامة، يعني نساء أو بنات، لما تقول أنا قلبي حاسس بالحاجة الفلانية دي بنسبة كبيرة جدا إحساسها بيطلع صح. ايوه تمام، حلو. نيجي الان لنقطة الكذب، لأنها تكشف اكاذيبه معناها اما هي بتعرف الاساليب، واما حتضطر انها تخوض في اساليب تغضب الله سبحانه وتعالى حتى تعرف النتيجة، لانه معناها حتتجسس وتتحسس. لا تجسسوا ولا تحسسوا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا الشيء. حتضطر معناها تمارس اساليب اخرى، عارفة؟ فهي حتدخل في عشان تصدق بلاش الكذبة حتى كاذبة. طيب مارست ما يغضب الله ولا لا؟ أكيد مارسته. تحسست، أيوة أكيد طبعا، يعني دورت ورا، اشتغلت. بس أنا بحافظ على بيتي، أنا ما بعملش يعني لسان حال الزوجة هتقول إيه، أنا بحافظ على بيتي، بشوف بدور أكيد. وراه علشان لو أكيد بيعمل أكيد حاجة أكيد كده ولا كده فأنا بطمن. أكيد 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 أكيد. أي ممارسة مخالفة للعقل وللشرع وللعرف وكل شيء لها مبرر، يعني مسوغ لها. إيش معنى الإنسان ما بيبرر للخير الذي يفعله اليوم؟ ليش دائما يبرر الأخطاء اللي يسويها ولا المخالفات اللي يسويها؟ فهنا لازم نعرف إحنا إنه طالما إنه هي مشيت في أساليب معينة مخالفة للشرع ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى للتوثق بما تشعر به، فهي أكيد هي تمارس هذا الشيء. طيب ما لا يمكن يتفقوا يعني، لأنه الإنسان اليوم ما حيمشي في طريق هو ما يعرف. اللي بيكذب بيعرف الكذابين وبيعرف منطقهم ومذهبهم وشعورهم وحركات جسمهم وكل شيء. اللي ما بيكذب ما بيعرف هذا الشيء، ما بيعرفه وبيصدق اللي يقال. لكن الله سبحانه وتعالى لأجل أنه هو حافظه فحيبين له ويكشف له هذه الحقيقة. فإحنا ما نبغى مبررات لما نخالف أمر الله سبحانه وتعالى. كل صاحب ذنب عنده مبرر للذنب تبعه، ما بيقول لك والله هذا صح كلامك يعني إن أنا قاعد أرتكب ذنب أو شيء يخالف أمر الله، لا، بيجي بيبرر لك هو ليش سويت زي كده، لأنه هو كذب علي. ليش قاعد تظلمه؟ لأنه هو اللي بدأ، فيبدأ يطلع مبررات تانية ومختلفة جدا. طب خليني أنقل لحضرتك رسالة أحد الزوجات بتقول أنا عندي قدرة كبيرة جدا على كشف كذب زوجي على طول، حتى ممكن من غير ما أدور وراه، لكن عندي إحساس وبعرف أوقعه كويس جدا. فلما بواجهه بكذبه بيبدأ يتعصب عليا جدا جدا، وبنسميها بيقلب الترابيزة، ويبدأ بقى يقلب عليا انتي اللي بتدفعيني لكده، لا انتي اللي غلطانة، انتي اللي مشاكلك كتير، انتي اللي بتغيري، انتي مش عارف ايه، ويبدأ يتنرفز جدا. هل لما الزوجة يعني تكتشف كذب زوجها المواجهة هنا هي الصح علشان الزوج يرجع عن التصرفات اللي بيعملها، ولا التصرف الصحيح ايه لما اكتشف كذب زوجي عليا؟ طيب هو سؤال فوق سؤال، يعني هو انت ليش بتكشف الحقيقه هذه قدامه او بتواجهي؟ ايش الهدف منه مثلا؟ عشان يقول لك توبتي الى الله؟ هتقول لك انا عشان اعرفه ان انا مش ساذجه، انا مش هبله، انا عارفه كل حاجه انت بتعملها من ورايا. طيب ممتاز، عرفته وبعدين ايش استفادت؟ ايش استفادت؟ يعني ما في فايده. هيعمل بزياده بقى، بعد ما كان بيخبي هيعمل بوضوح على عينها، يعني بوضوح. طيب بعدين ايش هي توصل؟ ايش النتيجه؟ ايش تبغى توصل؟ النتيجه لايش يعني؟ ايش تبغى النتيجه اللي تبغى توصل؟ لانه يقول لها مثلا خلاص يا حبيبتي عشان خاطرك خلاص انا حترك الكذب مثلا، اكيد ما حيقول لها كده. مفيش راجل هيعمل كده. خبي منه حيقول لها عادي يعني. طيب بعدين حتجلس بتحرق اعصابها. طيب وبعدين السؤال هو وبعدين طيب انت ايش تبغي؟ ايش الهدف؟
الهدف لازم يحركني في ممارسة السلوك. إذا أنا عندي هدف والله أنا أبغى أعرفه عشان أعرفه كمان الخطوة التالية التي سوف أقوم بها في مم. حياتنا، أو إنه هذا الشيء غير مقبول، واليوم إذا كان حياتنا حتنهد بسبب هذا السلوك وهذه الممارسات، لأني أنا لا أشعر بالأمان معك وأنت الشخص غير موثوق وسوف أفترق عنك ويكون هذا فراق بيني وبينك، هذا موضوع حلو كذا. لكن بس كذا ان انا اواجهه واعرفه ان انا مش ساذجه، وانه انا استعرض قوتي مثلا، عادي حيستعرض لك قوته لا وذكائه انا مش في عايزه، هي تقول لك الكذب انا مش يعني. عايزه استعرض قوتي، انا يعني بقول له علشان يرجع عن اللي بيعمله ده، وان انا عرفت يعني انت اي خطوه بتاخدها من ورايا طيب خاطئه ما رجع انا هو، بعرفها. طيب هو ما ايه. رجع، وبعدين هو ما رجع عن مم. الخطوات الخاطئه التي يمارسها ولا كذب، طيب ايش اللي بعد كده؟ ايش مم. استفدنا نحن؟ المرأة ما استفادت شيء على فكرة، غير انه طب هي يعني ازدادت. اسيبه يستمر في الكذب والخداع وانا ابقى قاعده بتفرج كده عليه؟ هي تعرفي مشكلة النساء ايش يا استاذة ندى؟ ان مم. هم اصلا ما عندهم قرار مع نفسهم وما يعرفوا هم ايش يبغوا وليش قاعد يسووا هذا الشيء، فاللي بيحركهم ايش هو مشاعرهم وليس مم. عقلهم، يعني مو مم. التفكير العقلي المنطقي، انما المشاعر فقط يعني. فهي لما تعرف الرجل لازم اول شيء تسال نفسها ايش قيمه الصدق والكذب في حياتها الزوجيه. في نساء الصدق عندها اول الاولويات وعليه ينبني البيت كله في كل شيء، واذا مم. الرجل كذب كذبه واحده لا تغفر له ابدا وتعتبره بالفعل هذا فراق بيني وبينك، لانه هي تعرف تماما ان الكذبه هذه لن تكون الاولى والاخيره، انما سوف يتبعها اكاذيب كثيره. مم. عرفتي؟ وبتبدا مم. تقرر يعني خليه يكذب ويخاف مني ولا انه يسوي شيء قدام عيني، طيب، او خليه مم. يكذب ويسوي اللي يبغى يسوي ويخبي عني وانا اسوي اللي ابغاه. ففي مصالح يعني تحرك النساء يعني. فهنا اه. أنا لازم أنا أعرف ليش قاعد أقول هذا الشيء، إيش الهدف منه، هل طيب أسلوبي هذا حيوصلني للهدف تبعي ولا حيزيد الأمور سوءا. بعض الأحيان مم. التجاهل والتغافل ذكاء في العلاقات يعني هي مم. عارفة زوجها قاعد يكذب وإنه كذا ومش عارفة إيش، طيب هي لازم يكون عندها هدف، هل أنا أبغى أخليه يقلع عن هذا الشيء، هل أبغى أعلمه درس مثلا، هل أنا السبب مم. في إنه يمارس بالفعل الكذب، يعني سلوكياتي مثلا زي المحقق من درجة اني انا قاعد اضيق على زوجي مثلا، هو اللي مم. قاعد يخليه يكذب مثلا. لانه بعض النساء لما تمارس هذا الشيء على الرجل هي بتمارسه كمان على اولادها. يعني لو لما مم. نيجي بنتكلم عن المراه ما نتكلم عنها في الزوج فقط، بعض الابناء ليش بيخفوا على ابائهم مثلا بيكذبوا مم. عليهم؟ مم. لانهم مم. بيخنقوهم، بيخلوهم يشعروا هم دائما مشكوك في اه. امرهم متهمين، طب فبالتالي يقول لك دلوقتي خلاص يعني. الحل ايه يا استاذه خديجه علشان الزوجه ما تكذبش على زوجها والزوج ما يكذبش على زوجته؟ الحل ايه وتنصحيهم بايه؟ طيب احنا دائما نقول ايش؟ من ترك الشريعه احتاج اليها. الحل الوحيد ان الانسان يرجع يتقي الله سبحانه وتعالى ويوزن اعماله بمنطق الحلال والحرام، لانه هذا مم. مقياس العمل في الاسلام. اي شيء حسويه انا هذا حلال ولا حرام؟ اذا كان حرام لا اسوغ له ولا احط له مبررات لممارسته، خلاص حرام حرام انتهى الكلام. طيب حلال اجي اتيه. طيب عندنا احنا مشاكل زي كذا مثلا، كيف طب لما نمارس اللي هو المعارض، اسال نفسي انا ليش الموضوع ده انا حسويه بالطريقه هذه من اجل المحافظه على علاقتي وهو ما يضر ولا يقدم ولا يؤخر، خلاص مم. استخدم الصدق، اجيب الصدق القديم واجيبه قدامي واتكلم بطريقه يفهم منها اللي قدامي شيء ولا اقصده شيء يكون فيها استغفال، لانه مم. الكذب ممارسه استغفال يعني للاخر قدامك يعني وعدم مم. احترام له، فلازم ان اظهر الاحترام وعدم الاستغفال والوضوح، لكن بالظبط. بالكيفيه اللي ما تضرني انا ولا تضر العلاقه، ولا امارس الكذب كمان بالطريقه اللي تؤذيني انا وتؤذي هذه العلاقه. فلنتقي الله سبحانه وتعالى في انفسنا ونبدا نراجع اعمالنا كلها، لانه ما راح يدوم هذا البيت ولا هذه الموده والمحبه الا اذا بنيت على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، اما اذا بالظبط. خالفته مم. فحيظهر آثارها مع الوقت. تمام جدا. بشكر حضرتك في النهاية يا أستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري واللايف كوتش، على وجود حضرتك معانا وعلى هذا الطرح المميز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بيوتنا جميعا، بيوت المسلمين، من الكذب
الصدق منجي. والرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كتير وضح لو هيكون في كذب بين الزوج والزوجة هيكون لدرء المفاسد والحفاظ على البيت من إنه يخرب وإنه يحصل فيه مشاكل كتير. ولكن الأخذ المستمر على الكذب في كل صغيرة وكبيرة بالعكس ده ممكن يهدم البيت وينزع البركة من البيت. ونكرر مرة أخرى الصدق منجي. انتهت حلقة قوارير اليوم. ربنا يجعلنا من الصادقين ونكتب عند الله سبحانه وتعالى من الصادقين. أشوفكم بإذن الله تعالى في لقاء متجدد. إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.